هذه حلقة فرح، وهذه حلقة للناس وللسوريين في البلد والاغتراب ممن عاشوا على أعصابهم لساعات طويلة من يوم سوري رياضي تاريخي بنهائي كأس الاتحاد الآسيوي. عاشوا على أعصابهم يدعون الله تعالى أن ينصر سفيرهم الآسيوي الاتحاد السوري ابن البلد على النادي الملكي الكويتي القادسية، لكن بعضهم كان يقول نحن تعودنا على توصل اللقمة للتم وبنخسر. كم مرة سمعنا هذه الكلمة خلال السنوات الطويلة السابقة، لكن في 6 من تشرين الثاني 2010 تبدل الحال وتبدلت المقولة، وال5000 من المشجعين السوريين في الكويت انتصروا على حساب 50,000 مشجع كويتي في أكبر حشد جماهيري بتاريخ رياضة دولة الكويت منذ تأسيسها. فريق شاب سوري انتصر على فريق نجوم كويتي من الطراز الثقيل. فازت سوريا وفرح الناس وفرح الوطن بقلوب أبنائه الفرحين باتحادهم. مرفوع صوته بالدنيا مسموع الوهاب. عمراني عمراني وبسواعدنا عمراني وعمراني وبسواعدنا عمراني، هو دروبه بالخير تموج والله العز بالبقلة وخلي هز الارض بالطول اسمع اهلاوي هز الارض بالعرض بالطول اهلاوي يسجل جول. تفائلت بهذه الأغنية بالأمس قبل انطلاق المباراة، ووضعناها كعنوان للفرح بعد النهاية. أغنية أهلاوية بألحان كويتية عزفت على شرف بطل كأس الاتحاد الآسيوي الجديد. قالوا إن التخبطات الإدارية ستنهي مسيرة الاتحاد. قلنا أن الإبداع يولد من رحم المعاناة، وهذا ما كان. قالوا ظلمتنا القرعة في اختيار أرض الكويت مسرحا للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، فقلنا دعونا نتفاءل بنصر آت لا محالة. قالوا فريق القادسية يمتلك عناصر الخبرة والإمكانيات الكبيرة وأفضل اللاعبين المحترفين فراس وجهاد، فقلنا فريقنا يمتلك روح الشباب والعزيمة والإصرار. قالوا حضور قياسي للجمهور الكويتي و58,000 يملؤون مدرجات ملعب استاد جابر، فقلنا البركة بجمهورنا السوري الذي كان شعلة من النشاط والحيوية على مدار شوطي المباراة، وكان أحد العوامل الأساس للنتيجة المبهرة بالأمس. وبالمحصلة كانت استعادة أهل حلب لكأس الاتحاد الآسيوي إلى الخزائن السورية بعد غياب دام 6 سنوات منذ النسخة الأولى، وحالة عامة من الفرح عمت أرجاء سوريا بنصر أعاد الابتسامة. إذا عدنا لمجريات المباراة فقد كان الشوط الأول شوطا للنسيان بالنسبة للاتحاد، حيث سجل فيه الأشقاء هدف السبق من هجمة مرتدة كانت ردا على أول تواجد سوري في المناطق الكويتية عبر حمد العنزي الذي أودع الكرة في شباك خالد حاج عثمان، هدفا كان الخطأ الوحيد لحارسنا الشاب في المباراة. الشوط الثاني كان شكلا ثانيا من حيث الأداء، فتحرر من رهبة اللقاء وهجوم اتحادي مكثف واعتماد على التسديد البعيد الذي أثمر هدفا لطه دياب من حرة مباشرة عند الدقيقة 52 خدعت نواف الخالدي وهزت شباكه، ومعه اهتزت الثقة القدساوية بالنفس، وهو ما بدا واضحا من كثرة الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق الملكي، ما كلفهم إنذارا ثانيا وخسارة لجهود طلال العامر. وبعدها كان الطرد القاسي على لاعبنا محمد الحسن قبل الدخول في الأشواط الإضافية التي لم تأتي بجديد على صعيد النتيجة، وإن كانت هناك بطاقة تحية خاصة يجب توجيهها لصاحب الوجه الطفولي ومانح الثقة للاعبين خالد حاج عثمان الذي كان نسرا حلق عاليا مع فريقه الاتحاد، وخاصة في ركلات الجزاء التي نجح فيها تيتا في استثمار عناصر الخبرة وحماس الشباب
حيث زج بالكابتن عمر حميدي في الركلة الأولى وبصاحب القدم الفولاذية طه دياب في الثانية، ليأتي الدور على ركلة محترفنا فراس الخطيب الذي تمنينا له التوفيق على الدوام، إلا في ليلة الأمس وهو ما كان، عندما تصدى خالد حاج عثمان لكرته القوية ليسجل عبد القادر دكة الركلة الثالثة للاتحاد، ويضيع فهد الأنصاري فوق عارضة الاتحاد ليدخل رضوان قلعجي أصغر لاعب في المباراة تحدي ركلات الترجيح، وليهدي ابن 17 ربيعا الكأس القارية لفرسان الأهلي ولكل سوريا. ومن القلب شكرا لكم يا شباب نادي الاتحاد، أعدتم البسمة إلى شفاهنا وعلمتمونا أن لا مستحيل مع الإصرار والعزيمة، ولقاؤنا إن شاء الله مع نصر غال لمنتخبنا الوطني في النهائيات الآسيوية. مازن الهندي لبرنامج الكرة بملعبك. لم يكن يوما عاديا في تاريخ الرياضة السورية، ولم تكن الأمسية في حلب باردة لظروف الجو كما توقعناها، فالحناجر هتفت حتى اختفى الصوت، والقلوب خفقت حتى تعبت. لم يغب الحدث عن أي ركن في حلب، شوارع، شرفات، محلات، ساحات، مطاعم وبيوت اكتظت بالمعازيم لكي تكون الفرحة على أصولها، فرحة سورية برائحة الصابون الحلبي. نقول ساعتين وأكثر، عاشها العشاق أم دقائق أم لحظات من الثانية، اختلفت الوجوه وتناقضت فيها الحركات بين وقوف وجلوس مع كل هجمة اتحادية. شوط الجمهور الأول في حلب ساده الترقب والحذر، ليختتم بدموع الحزن على هدف قد ساوي. حزنت القلوب لكنها لم تيأس، فأولاد العفش وعدوا بالكأس. لم تطل لحظات الصدمة من الهدف القدساوي، فهب الجمهور الهتاف والتشجيع، فهم يعرفون أن صوتهم سيطلق من حلب، لكنه سيحرك مشاعر لاعبي الاتحاد هناك في الكويت. انتظرنا هدف التعادل بفارغ الصبر، أتى الهدف أخيرا ليلهب النفوس ويحرك المقاعد ويحول المكان لنار اتحادية عنوانها النصر ولونها أحمر كلون الدم السوري. ومع كل دقيقة تمر في الكويت كانت القلوب تخفق زيادة من وضعها الطبيعي، والضغط ارتفع وحرارة المكان وصلت للغليان. ضربات الجزاء أتت كما توقعها الحضور، ومع كل جزاء اتحادية ترتفع الأكف وتبدأ الصلوات، ومن بعدها فوضى الفرحة. انتظرنا الصافرة طويلا بين مصدق أن الاتحاد بطل لكأس الاتحاد الآسيوي، وبين أناس شعرت أنها في حلم. وعند هذه اللحظة فقدت كاميراتنا التركيز بسبب جنون النصر، وبقيت العين الطبيعية شاهدة عيان على ما حدث. فالإغماءات من الفرحة بالجملة ودموع الانتصار غسلت 120 دقيقة من التعب النفسي، لتكون من بعدها حلب كلها بصوت واحد: الأهلي بطل واللون أحمر غلاب. لبرنامج الكرة بملعبك، عبيدة بطل، حلب. على التنفيذ، هيسدد وخالد الكرة برا، الكاس عم بيقرب، الكاس عم بيقرب، الكاس سوري يا رب يا رب، الكاس بسوريا اليوم. يا سلام على بكره، يا سلام يا سلام لما هيوصل فريق الاتحاد يا رب. انتهت انتهت بطولة سورية أهلاوية، بطولة أهلاوية حلبية سورية حمراء. 5000 هزموا 50,000. الله يبارك الله يبارك. أفراح الحمد لله. أنا متفائل. يلا همام أنا متفائل. ضليت متفائل وأنا ببوسك بين عيونك. فرحة الدمام راح تتكرر، وأنا إن شاء الله راح أرجع على مدينة حلب بمجرد ما ننتهي، راح أشوف دوار الموت مسكر، وحلب اليوم لن تنام. صار اسمه سوريا صار اليوم اسمه دوار الفرح. صار اسمه دوار الفرح. أنا بصفتي من دمشق وبالنادي الوحدة بوجه تحية، بحب أكون أول المهنئين.
كنادي وحده وكجماهير نادي وحده وكجماهير دمشق. شفت انت من امبارح بالمباراه جمهورنا شجع الاتحاد، وهذا الشيء اللي بدنا اياه بكره القدم، انه نلغي هالحساسيات ونلغي اكيد، ويكون التنافس دائما شريف. لطالما هلا اي فريق عم يمثلنا خارجيا، نحن كلياتنا سوريين وكلياتنا اتحاديين. نحن جميعا والجاليه السوريه في تركيا وفي جميع انحاء العالم تعيش هذه الفرحه بكل تفاصيلها. مبروك لسوريا، مبروك للسيد الرئيس بشار الاسد، الحمد لله. مبروك للسيد رئيس الوزراء الذي نعلم انه يعني يتابع ويهتم بشكل شخصي بكره القدم. مبروك لسوريا، مبروك للقائد السيد الرئيس بشار الأسد، هذا النصر اللي كنا نحن بحاجة له. اي والله. وأنا ما بكت معك خيي، أنا وقت اللي كنت بالكويت هذه الصورة اللي عم بشوفها قدامي على التلفزيون، صورة تتويج لنادي الاتحاد كانت مرسومة أمامي. الحمد لله، الحمد لله. وبحمد الله شباب الاتحاد أثبتوا أنه هن فرسان الحقيقة. قديش كانت أعصابك؟ لوين وصلت؟ أعطيني ضربات جزاء شو صار فينا؟ شو صار فيك؟ خيي ضربات القلب وصلت لل 180. والله أنا 180 لل 9000 ولل 100 مليون. أقول لك بصراحة أن العيون قد دمعت من الفرح، لأن مصر كان كبير وكبير جدا. أنت تعلم أن الاستاد الشيخ جابر يفتتح في هذا اليوم خصيصا من أجل هذه المباراة كان فيه أكثر من 60,000 متفرج. فتصور أن نادي الاتحاد يلعب تحت هذا الضغط الجماهيري الكبير ومباراة واحدة، لا يوجد هناك ذهاب وإياب وأن مباراة واحدة. أعتقد أنهم كانوا أبطال واستطاعوا أن يصلوا إلى النهاية وأن يصلوا إلى ما يصبون إليه، وهو أن حمل كأس الاتحاد الآسيوي، وهذا سيؤهلنا إن شاء الله للدخول في كأس الأبطال وليس كأس الاتحاد الصيفي. مشكورين كل الجمهور اللي كان موجود معنا وكل الناس اللي كانوا في بيوتهم عم يدعونا، مشكورين. بنقول الحمد لله، بنقول مبروك لأمهاتنا اللي كانوا قاعدين عم يدعونا. الله يخليهم ويديمهم فوق راسنا ويخلي لنا اياهم، وان شاء الله يعني ان شاء الله بنحقق نتائج كثيره. اخي العزيز همام كمان يعني كان مثلي متيقن من هذا الفوز وقال سنفوز كما فزنا بالسعوديه، ويعني كنا جميعا بداخلنا احساس يقيني اننا سنفوز، والحمد لله فزنا. الحمد لله سوريا فازت والفرح سوري والكأس عائد إلى سوريا. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا. هلا اذا انا بجيب عميد ادب العربي طه حسين يوصف بروايه هالشيء ما بيطلع منه شيء. اذا صار للكره السوريه، للكره السوريه، لكل شيء لكل شيء لكل شيء اهلاوي اصيل. بشكر جمهور الاتحاد، بقول لهم الف مبروك للعيبه كلهم، وان شاء الله عبال الدوري والكاس ودوري ابطال اسيا. هي فرحة لكل سوريا، لكل أبناء هذا الوطن.
الصحيفة تقول: خيب القادسية آمالنا، لم يكن القادسية هو نفسه الفريق الذي تأهل إلى النهائي. وألقت الصحيفة اللوم على تبديلات المدرب الكويتي محمد الإبراهيم، فيما رأت الصحيفة نفسها في مقال آخر أن محمد إبراهيم مدرب ناجح حصل على بطولات لم يحققها مدرب وطني آخر ويستحق جائزة المدرب الأول في المنطقة. لتخالف صحيفة الأنباء هذا الرأي وتحت عنوان الحلو ما يكمل كتبت: تغييرات خاطئة للمدرب محمد إبراهيم تسببت في الخسارة. لم يحسن الإبراهيم في المباراة وكان أحد أسباب الخسارة لإصراره على إشراك فراس الخطيب الذي لم يعطي كل ما عنده، وكان واضحا تخوفه من اللقاء وأهدر ركلة جزاء ترجيحية. والغريب أنه لعب مكان حمد العنزي أفضل المهاجمين مما أراح دفاع الاتحاد. وبالفعل كانت خسارة موجعة ومؤلمة تسبب فيها المدرب الإبراهيم ولاعبوه، ومنهم الحارس نواف الخالدي الذي تسبب في الهدف في مرماه ولم يتمكن من صد ركلة ترجيحية واحدة، في حين نجح حارس الاتحاد خالد عثمان في صد ركلة ثمينة من فراس الخطيب. الصحيفة أشارت إلى بكاء محمد الإبراهيم بعد المباراة وتبريره الخسارة بأرضية الملعب السيئة. صحيفة الرأي العام وتحت عنوان قادسية يا قادسية أكدت أن نتيجة المباراة هي زيادة الاتحاد السوري لإعلام الأندية الكويتية، حيث سبق له أن أخرج حامل لقب البطولة الكويت من دور 16 ثم كرر نفس السيناريو مع كاظمة في دور 8. الصحف جميعها وإن اختلفت في تحديد المسؤول عن خسارة القادسية إلا أنها اتفقت على سلبيات عدة كان أبرزها الأخطاء التنظيمية كتواجد مئات الأشخاص غير الإعلاميين في مقصورة الإعلاميين. كما استاءت صحيفة الرأي من تعرض خالد عثمان حارس مرمى الاتحاد السوري إلى إشعاعات الليزر ما أثر على رؤيته. وكان للزحمة المرورية نصيب من الانتقاد، حيث ذكرت صحيفة الوطن أن جمال مبارك مساعد مدرب القادسية اضطر إلى الركض نحو الملعب لتسليم قائمة اللاعبين إلى مراقب المباراة بعدما أخرت الزحمة المرورية حافلة نادي القادسية عن الوصول إلى الملعب بنحو 20 دقيقة. محمد عمار الدمني لبرنامج الكرة بملعبك.